اوكي، شكرا جزيلا. دكتورنا اخر سؤال طبعا اخذناه حسي، ثم بعدها اذا في اي مداخله او كمان اي ممكن نص ساعه ربع ساعه حنحاول ندي فرصه اي واحد يقدر ياخذ، لكن اخر سؤال اخر مداخله لك دكتورنا، ثم بعدها ممكن اذا حبيت تواصل معنا نخليك، اذا ما كده كمان نحاول نودع ضيفنا. لكن قبلها لكن عملية خد المايك تحاول انك انت تودع الضيف، ثم بعدها ممكن يرد على السؤال والكلمة الأخيرة كمان نترك له يعني. عملية خد المايك. عملية خلاص يا بنت كام وضحت الرؤية إن شاء الله شيخنا. الأسئلة لا نوجهه طبعا لسؤالنا إن شيء كمان جوابه على، لكن يمكن يسمعيون تتقموا له، وسؤالنا يلحونا ومنه إن شاء الله يعني لحن ما يقني بلاقات آخر كلمة تهيبنا ولحن تتميح حقوق على إجازة بك إن شاء الله. تفضل دكتورنا. شكرا لكم كلكم. بالنسبة لسؤال أخونا رمضان يقول كيف تقول للنصارى إخواننا حونا بالكاب؟ الأخوة على أصناف: أخوة في الدين وأخوة في النسب. فأنا ما بتكلم عن الأخوة في الدين، أنا بتكلم عن الأخوة في المشاركة. وتجد آيات قرآنية يجد فيها تعبير أخاهم هود. ففي أخوة نسب. مثلا أورا الأمسلم وحو إلى مسلم حوية فلان دول بل قل ما حوية فلان تبنى اللي قنبل ما حوهود. أورا الأمسلم وأبوه إلى مسلم أبوه يلبل قل ما أبوه يتبنى اللي قنبل. إذن في أخوة نوعين: أخوة الدين اللي تجمعك مع شخص آخر ليس لك به علاقة نسب، وإنما علاقتك به علاقة دين، فهذا هو الأخ الدين. إنما المؤمنون إخوة. فالمؤمنون يجمعهم الدين، لكن هذا لا يعني إنه ما عندك أخ في النسب من غير المؤمنين. فهي أخوة إنسانية. كلكم لآدم وآدم من تراب، فكلنا نعود إلى آدم وكلنا إخوان في الإنسانية. فمن هذه الزاوية أنا أقول دائما إخواننا النصارى، وأقول إخواننا الشيعة. وبعض الناس يقولوا لي برضو ليش تقول إخواننا الشيعة؟ ففي النهاية كلنا إخوان. الآية يا أخونا برمضان بيقول لي من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ما كملتها لأن في نهايتها تقول اللي يكفر له يوم القيامة العذاب، وكلامه صحيح. لكن هذا ما يمنع أن الإنسان تكون له مشيئة
الشيء إذا أراد أن يؤمن يؤمن، وإذا أراد أن يكفر يكفر. لست عليهم بمسيطر، أنت ما مسيطر عليهم. والذين آمنوا والذين كفروا يعني يؤمنوا ثم يكفروا ثم يؤمنوا ثم يكفروا. طبعا دي حيدخلنا في حاجة اسمها الردة وعقوبة الردة، ودي مجال مش هنا، ممكن نتكلم فيها بعدين إذا اتضح مجال. لكن الحرية الدينية موجودة، كل واحد له حرية الدين ويتحمل قراره. فعلا اللي يترك الدين الصحيح ويمشي للدين الباطل ربنا يوم القيامة حيسأله. لكن في الدنيا دي أنا وهو العلاقة بيننا علاقة الحرية، فهو حر. مرة في ألمانيا في كاسل في التسعينيات جاني واحد من إخواننا الترينيا المسيحيين. أنا كنت حاضر المهرجان بتاع المجلس الثوري وقتها في كاسل لما تحرير في المجلس الثوري. وبعدين قال لي، جابوا لي واحد قالوا زي دكتور جلال، وجاني وقال لي أنا نعاخاك سمع مسيحية دكتور جلال خزاربي وإلومني نعاخاك سمع مسيحية قل التزربان السخات الزاربو زنبركة عرب السودان أيخونن سلزي بزح أي تردئنن حوي كمان مساي نيرو إلوني الزربا زي دكتور جلال الزربو زلو pure language إيو ناي عرب يردئني يلن حجي حطوتات قالوني حتى كا تمرسل لي. قلت له أهلا وسهلا وجلسنا مع بعض. قال لي أنا بزح أنبي بإيه ناي إسلام قل بإنجليزية بجرمن أبعد بجرمن إيه زندري زفلتو نا إسلام بزح يبلين قل أنبي بإيه قل أنبي بإيه ناي إسلام كافر تقولنا كافر مالت انتاي مالتيها إلوني. قلت له كافر في اللغة الإنجليزية بإنجليزية انتاي بالوقت كفر كافر توسيدة، وكفر كفر غطاء، والكفر هو الغطاء. إذا غطيت شيء بشيء فأنت كافر. وربنا قال في القرآن نباته. الكفار هم الفلاحين المزارعين لأنه بيغطوا الحبة بالتربة، عشان كده سموا كفار. إذا أمالت يا كفار لكن كفار كل الأديان كل هيمنوتات تتبادل الكفر. نسخة هو كافر إخاء أنت كافر إخاء according to my religion بتأمنتي نسخة كافر إخاء أب جهنم كنت خيدي خا مسموت كا كم إذا أمن أنا لمن تاي نسخاب بمحمد رسول الله أي تأمن الإخاء سلنزي بمحمد رسول الله زي أمن
أب إمنتي كافر كافر دا أب جهنم يخيل كم أون أنا كافر إيه according to your religion بتأمنتك أنا كافر إيه لأنك السخاتبل Jesus as the son of Allah they أمن كافر أب جهنم بخيريه بتأمنتك على السخاء أنا نسخة according to the Jews we are كافرين because Jews they don't believe in Jesus and Muhammad ما بيؤمنوا بمحمد كرسول الله ولا يؤمنوا بعيسى برسول الله وقالوا عيسى ابن الزنا والجوش كفار بالنسبة للمسيحيين وحيدخلوا جهنم أنا والجوش كفار بالنسبة للسيخ إذن كلمة كفر كل الأديان بتتبادلها لأنه كل دين بيعتقد أنه هو الدين الصحيح والآخر باطل سلزي إليه إذا بدفزي نسمتنا يوم القيامة نراخب كلنا خنفلت أنا خيرية ونسخة أبيك تخيريها السخاء according to my belief أب جهنم بتخيريها أنا according to your belief أب جهنم بخيريها قل نقدفة دحراي مصر بنرئية حجي أب إرتراء أب زعدي ظلمنا كما يقيرنا النبابر أب آن الزارب حق خائن إليه قلت له أنا نسخة أحواتنا القابهير بحنساب هم قلنا أبوزي أب حنساب ننبر نسخة تأمن تأمنتنا حقيقي أنا أمن تأمنتنا تي حقيقي ديالوج نكبر بحنساب دحراي من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر سلازي إريترا انت يسمي أنا بسميها إيش سميها دار دعوة دار تمكين دعوي وليست دار تمكين سياسي بالنسبة للإسلام هي تريد أن تكون الحرية الشاملة أشبه بالعهد المكي لما كان رسول الله يبدأ بالدعوة هنالك كان جاء فليؤمن وإن جاء فليكفر وأما حد الردة والكلام ده بعدين اللي جاء ده اتفرض لما قامت دولة الإسلام في المدينة واتفرض لأسباب سياسية أيضا على كل دي قضية ثانية حتأخذنا بعيد عشان كده احنا عايزين إريتريا الحرة الدولة المحايدة التي يعيش في محيطها كل الأديان بحيادية كاملة وعدالة متساوية. بعدين قال السياسة والدين واحد. طبعا أنا أتفق معك السياسة والدين واحد، لكن هذا كمان كلام كثير جدا، وهي علاقة الدين والسياسة علاقة حساسة جدا، لأنه يمكن الدين أن يستغل في السياسة، ويمكن السياسة أن تستغل الدين، ويمكن الدين أن يستغل السياسة. دي مسألة، وأنا كتبت كتاب اسمه السلطة والسياسة، جدلية العلاقة بين الدولة الحديثة والدولة في الإسلام، طبعه المركز العربي للدراسات الإنسانية في القاهرة اللي عايز ممكن يحصل القاهرة. ناقشت قضايا من هذا
النوع، وهي قضايا عميقة ويكفي عشان نتكلم فيها في دقائق يعني. لكن بشكل مجمل فعلا الدين والسياسة علاقة متداخلة وحساسة، وأحيانا الدين يستخدم السياسة وأحيانا السياسة تستخدم الدين وبشكل وآخر. بعدين السؤال جاء من أخ يقول يعني استمع لفيديو بيقول ثورات ناس هذول اللي عملوا فتحوا رابط علماء إريتريا في تركيا شاركوا في ثورات في تونس ومصر. هذا كلام غير صحيح يعني. ما نحن ما إريتريين، ما هذول وما كان عندهم علاقة بثورات تونس. إيش اللي يوديهم في تونس؟ إذا كان في واحد سألوه في الإعلام وأبدى رأيه ده شيء ثاني، لكن ما في واحد مشى تونس ولا مشى مصر ووقف في ميدان التحرير أو في أي ميدان في تونس ورفع شعارات. لا هم يسمحوا له ولا هو أيضا عنده الجرأة دي عشان يمشي يعمل ثورات. فبكلام ما صحيح، كلام تشويهي. سياسة قلمتري فعلا هذا الكلام أنا قلت وشرحته أكثر من مرة. رابط علماء إريتريا رابطة متخصصة هذا، لكن اللي ما يعني اللي دي بالها لو من سياسة غيرهم. على كل أنا بالخلص وشكرا لكم، وشوية أتقسي أسريكم لأنه ثلاثة الفجر ما قربتها الليل. أنا زي 4 هلينا حقول الفجر سليكو أسكب. وفي الخاتمة شكركم ودايس نوديكم وربي الباركتكم وشغلكم البارك، وكلنا مسلي بعد نرجع معنا ولا فرصة نسمح عناوين بزحة الليل انتم لا تروحها ومبنيكم وبعد لا تروحها. وانا ما وقت رقمكم جنبيني الاتهاجة دي بقى ان شاء الله ربي دي بحيث التحيست والتسنيت جمعنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اوكي، شكرا جزيلا دكتور جلال الدين. يعني يا شباب بديتوا ورود كده، ورود مجانية هي. على كل حال شكرا جزيلا دكتور. الغرفة طبعا مفتوحة لكم، دائما تكون متواجدين معنا. أمسية كانت مفيدة جدا وبارك الله فيكم. شباب الدكتور حيكون معنا متواجد. أي واحد إذا عنده شي ربع ساعة ممكن حنستنى ننتظر في الغرفة. أي واحد إذا عنده أي مداخلة ندي المجال للمداخلات. شكرا. حابين كمان إذا تشكروا كمان دكتورنا. شكرا جزيلا للكل. مين رافع ايده حسي؟ شايف كفه تقريبا. لو مايك احلى مايك لك، مايك فري. اوكي شكرا جزيلا. ادم ما قدرت ترفع المايك. جود ناخت. ام ريتال موجوده معنا. اي واحد ممكن نحب اي مداخله عنده نخليها وكمان نودع. لما لقيت حخلي لك المايك. طيب ايوه معلش انا ايوه انا مسموع يا جماعه. مساء الخير ثاني وصباح الخير كمان. مسموع. ايوه شكرا. اولا يا امير انا ما سويت لك لسه روق المانجا. عموما انا اول ما كنت رافع يدي، يمكن كنت ناسيه، لكن طالما لقيت الفرصه وهنا كفو كان لك مثل يتكرر سنح
سنيتنا طبعا اللي واصلوا له شريط ان شاء الله فاهمنا قبل سنيتنا لمسيت خلص اللي دليتي استنى كان بتتباوى. شكرا جزيلا اني بلغوا سنيتنا يا جماعه لمسيت من اولها ست اخرى حتى حادق منا يكون دي بكلوت كفال وديا وسكل ساعات اللي مسنا على مرة ثانية. شكرا بلغوا سنيتنا وكان في أورهوب يا جماعة. وشكرا مرة أخرى وكفى. اوكي شكرا ملايت. يا انا بس سؤال طرحكوه مثل تبرير وعد حزعلكو انه بعد ان شاء الله حيكون تواجد اجل نسف كل الافكار السامة سواء لنظام او انظمات كاليت خارجية اللي دائما تحب تخلق قنابل مؤقتة وفتن ما بين الشعب الإريتري، وأيضا المجموعة المعروفة بالمرتزقة اللي بتشتغل بالقروش، مجموعة اللي سميت منها جزء. فبذلك أنا أتمنى لو الدكتور موجود إنه بعد كده أنتوا تخصصوا جانب إعلامي دائما يتصدى لهذا السموم ويواكب ويراقبها، ما ينتظر لحد ما تقدم له الدعوة ويحاول يرد على أسئلة يمكن عمرها يتجاوز السنة والسنتين. فيا ريت يعني تدونا وعد كده إنه بعد كده وجودكم حيكون ظاهر يعني. وشكرا لأصحاب الغرفة، ولأول مرة أشوف أمير يمشي غرفة تمام ما شاء الله. شكرا كفو وجزاك الله خير. وأنا نديك وعد وحنكون موجودين، وإحنا قاعد نعمل الآن في وسيلة إعلامية تنطلق إن شاء الله. قول ربنا يسهل الأمور إن شاء الله. أتوقع تكون إذاعة تبث وتخاطب الإنسان الإريتري بإذن الله عز وجل. وشكرا لك على اقتراحاتك، والأمور إن شاء الله حتكون تمشي لأحسن ما يكون، وحتكون المشاركات موجودة وقائمة. شكرا التسلب بيعك وانت هيك قدمي يسكب. شكرا. مريتا الميكروفون رفعته بدل لك مسي اسمع انت مسي بس كلمتي تنيشت. طيب الله يا ادمنيه، انتوا بقيتوا تستغلوا صلاحياتكم كل مره ناطين في المايك. خذ المايك، خذوا ما عندي حاجه والله ما عندي حاجه. يمكن كلامك يكون مهم قبل الضيف ما يمشي. لا ما يعني، بس انا شويه كنت عايز اخاطب اخونا رمضان لدول لها كريكو لما دائما احنا لا سؤال ولا يعني لا جاكم رأيكم مداخلة ثبت مسلمني دي بآخر الأسئلة إنه خلص عند بيننا عند بينكم تقولوا يبقى لها زعلكم كنا زي صحتوا الرسالة السكوزة كمان سكوزة هلا. تفضل أمريكا، أنا إذا كان تصبح على خير كاتب على قولوا دريكم فوقاتكم. تفضلي. أوكي أيوة صحيح، كان مهم جدا إنه توضحوا له يعني وكذا عشان ما ياخذ على خاطره. عموما تحية لدكتور جلال مرة ثانية والعنسباوي ولكل أعضاء الرابطة. حقيقة نتمنى لهم كل التوفيق في مهمتهم النبيلة، ونتمنى كمان تلتحق بهم كل الأحزاب السياسية وتحل نفسها الإسلامية أكثر. طبعا الإسلاميين يحلوا تنظيماتهم السياسية ويشوا دعوة. صراحة نحن محتاجين لدعاة أكثر من رجال دين إزاحة، لأنه الإسلام السياسي أثبت فشله في كل المواقع. واللي بيقرأ الخريطة السياسية العامة
يتأكد تماما ما في إسلامي راح ينجح يعني ولا حيفوز والله، غير إنه يجيب لك ديكتاتورية أسوأ. لا المجتمع الدولي يسمح لك ولا القوة الإقليمية الآن بتسمح لك إنك تستمر. خذوها من قصرها كده، والناس والله تقدر تقدم لمجتمعاتها خدمات أفضل. ونحن كمجتمع إريتري يتميز بالثنائية، حقيقي محتاجين لدعاة ولقساوسة معتدلين يقربوا بين وجهات النظر. اللي باعدتها برضو الاستقطابات السياسية واستخدمت الدين في السياسة. مرة ثانية وشكرا جزيلا، وإن شاء الله دكتور جلال نشوفه مرة ثانية في الحديث عن العلاقة بين السياسة والدين، لأنه أنا متأكدة تماما الحوارات حتكون مثمرة وحتكون مفيدة. تصبحوا على خير ولكم المايك. يا مسلي يا وهم، أنت نفسك وعد تتكلم معنا لكم المايك. شكرا معلش ما ترد عليه. أنا من شايف التكست كان مين معي أمريكان قاعد يرجع لي الصوت. مقالح يقبر الله. اوكي شكرا. اوكي حنخلي الموضوع ده. احس مين كان رافع يده؟ ربانة اللي خده. ربانة خذ المايك. والله الدكتور كان رافع يده، انا ما انتبهت. ربانة رافع. ربانة اللي خده. ربانة موجود؟ يا جماعة صوت ما في صوت ولا شو؟ اوكي دكتور عايز تاخذ المايك؟ اوكي نخلي لك المايك. طيب اذا اي تعليق عندك كله. الأخت أم ريثال، شكرا لك على مداخلاتك، مداخلات جميلة، والنقاشات ما بتحلو إلا لما تكون الآراء مختلفة. تعجبني مداخلاتك ومشاركاتك واختلافاتك، لكن اسمحي لي ما بتفق معك إنه ما سمي بالإسلام السياسي أثبت فشله، لأن ما أتيح له عشان يحكم، وحاربوه من كل الجهات، وهو لازم يتكيف مع الوضع الدولي اللي أنت أشرت له، ويخطو خطوتين إلى الخلف من أجل خطوة إلى الأمام زي ما قال لينين. لكن في النهاية الشعوب الإسلامية عايزة الإسلام. صحيح كل التجارب فيها كيت وكيت، فيها فشل ونجاح، لكن الفشل ما بيعني النهاية. على كل شكرا لك على مداخلاتك. نحن في الشعب الإريتري الدولة هي دولة الحياد اللي كل واحد مناها، وشكرا للجميع. ربانة ما مسموع. ربانة سامعني؟ ربانة مين في الثاني على المايك؟ يا جماعة ربانة سامعنا؟ ما مسموع ربانة. اوكي ما مسموع. اوكي ربانة عندك مشكلة أظن في المايك. مين هو؟ كفو هو معايا في المايك؟ أنا ما قاعد أشوف مين فيه. أمالايت مين معايا على المايك؟ أمالايت مين هو؟ روان. اوكي ما مسموع.
اوكي حسي مسموع تقريبا، حسي مسموع. مين هو الثالث معانا؟ ربانا تقريبا، مش كده؟ مسموع؟ ايوه مسموع حسي مسموع. جميل، أظن مسموع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا أدمين لإتاحة الفرصة، والتحية لضيوفك الكرام البروفيسور جلال الدين والشيخ أبو راشد. في الحقيقة الأخوة سبقوني بالأسئلة، من كنت مع النقاش طبعا، وكل ما عندي أن أبارك المشروع بتاع الرابطة لما إريتريا، وكما أحسنت الظن لما سمعت بالخبر، كما أحسنت الظن من أول لقيت نفس الشيء بعد ما قريت البيان وسمعت مداخلات الشيخ جمعة أبو راشد وبروفيسور جلال الدين. وأنا بالصراحة كشاب إريتري بسيط عجبني الوحدة من جميع المذاهب والإسلامية، فلا شك هذه الوحدة والتماسك ينعكس إيجابية في الشعب الإريتري المسلم، يكون في السياسة ويكون في أشياء غير ذلك. وكما إن كان في السابق مؤشرات في اختلافات بسبب المذاهب يكون في الحركة الجهاد وغير ذلك، ومن أجمل شيء من الشاب أن يشوف الناس الكبار والمتعلمين والمثقفين متماسكين، وهذا لا شك يعلم الشباب ويدي مرآة للشباب كأنهم أيضا يسير في نفس الطريق. أصلا ما في داعي للمسلمين وعيب الواحد أن يشوف متفرغين في المذاهب، وعن هناك ما في داعي. وأريد أن أكرر وأبارك. وبس السؤال الأخير، يا سؤال نسو يا حمية نسو إن شاء الله، ليش سمعنا الخبر عن إنشاء أو المؤتمر رابط علماء إريتريا من قناة عراقية؟ ليش ما بلغنا من الرابطة، مع أنه يعني للخدمة الشعب الإريتري المسلم؟ وهذا نوعا يكون سهل، يكون لحمية ملك باء. وشيء الحاب أقوله، هنا طبعا نحسن لحمية سنة مفتية الدكتور جلال الدين وغيره من المثقفين، وبالذات أقصد هنا المسلمين، لا يعني تقليلا من الشأن والأعمال قاعد يقوم بها، يا ريت الشعب بحاجة أكثر من الأعمال اللي كان تكون قبل حسي. وإن شاء الله حسي بطريقة الرابطة لما إريتريا يخدم الشعب الإريتري أكثر، لكن يا ريت أن عشان المبادئ والمحاضرات تكون أكثر. وشكرا جزيلا لإتاحة الفرصة، وشكرا إن شاء الله. كنت مسموع؟ هلو؟ مسموع أخي، مسموع. كنت مسموع رغم إنه نحن قفلنا باب الأسئلة. ضيفنا طبعا موريتال، نحن يعني كانت نهاية الأمسية وخلصنا الأمسية، لكن دكتور معانا في الروم، إذا قال إنه عنده ربع ساعة ولا كده حيكون متواجد معانا يعني. إلا نقفل الروم يعني حتى تمشي يعني، شفت كيف؟ على كل حال طيب
ربانا عندك مشكلة في المايك، ربانا ما مسموع يا جماعة سامعينه. طبعا نحن خلصنا الأمسية يا أم ريتال، الواحد قلنا يعني لحد ربع ساعة وكده نكون موجودين في الروم، على أساس إن أي واحد إذا عنده وصية يقولها أو كمان مداخلة ادينا فرصة يعني لأي واحد عشان تكون، لأنه كان في بس الأسئلة يعني، عشان كده نحن خلينا. ربانا ما مسموع، ربانا ما مسموع. رمضان تصبح على خير، تصبحوا على خير. ربانا ما سامعني، ربانا سامع، ربانا موجود على المايك. ربانا طبعا تعب معنا اليوم، طول المسا موجود في الروم، حاول ياخذ المايك لكن الآن المايك ما عزف، ما ساعد أم ريتال. بعدين انت مالك نازله على كف طلع يعني، قلنا له كف واخرج شنو طرفه. اول شيء شيخنا العسباوي ما تزعل، لانه مسألة في الاول زعلت صراحه لما شفت باقي تعليقاته اشفقت عليه يعني، ما مهم. المهم يا امير والله ما حنقدر نطلع، وضح ذاك موجود عشان ما تكون حاجه يعني. بدارت يطلع الضيوف حتى تستلمي كف وانت عايزه، مش استني، لا ما عايزه استلم كف الليله. يا دكتور جلال يا بروف يا اخي نديه حقه. اول مره طبعا الغرفه دي يكون عندها ضيوف بالقدر الكبير دي، يعني اي غرفه عربيه صراحه مش القديمه قاعدين يكون عندها ضيوف كذا. ما تنسى الادمن كمان، ما تنسى الادمن امريكان. ايوه صراحه امسيه كانت موفقه جدا، يمكن لاهميتها ولحساسيه الموضوع وحساسيه الكيان نفسه. الناس الليله كل الاطراف حريصه على انها تحضر وتتخيل وتتصور انه في مخاوف كثيره جدا حتكون تبددت للناس. ومره ثانيه كمان اقول لشيخنا العنسباوي، انا طبعا مركزه على شيخنا العنسباوي لانه نحن بنعرفه كثير. بابا دقيقه حبيبي، لانه بنعرفه كثير ودائما له حضور وتواجد، ودائما كلمته لها تاثير. وزي ما قلت لك يا شيخنا العنسباوي، يعني عرفت انت تاثيرك وقدرتك على على الاعتدال بالصوره دي هو لانك غير سياسي. لما انزل لو سمحت خلينا اخلص. لا ما يكالوا ام ريتال، يا ريت تديه لربانا حسي مسموع 6 ساعات طوال. ورد الكية. اوكي خذ المايك. اوكي يسمع عنه هاجي هو حجي السماع على خربانه. اوكي حدا نقدر فولت نقدر اسمع ابياتني كونه خوينو انني دكتور جلال الدين شكرا قبلي لي صبو امسينا بتعمتي لي سامع بسبات زركب زنبرد ماني نعو دمسس مخالو دس بلني بتعمي زحقسيو مخنيتو بزح نحنا قانا فولتني لان هم حلف قداي جين مستي سب وانا تجزا مزيو بعلو قليسو نتي سب كنقرن كله تسب قبل خئل وتي نقر دماني ملؤ بملؤ خو نخئل سلزغنا خم زغورو بدعمي يغني الله ندابلكو اب كال جزيد ما اب سبق ما ادخل رخونا تسفا قبرنا ولكو شكرا كثير. كم من عامر كم من غزا كم من دم حلال بزنول. Thank you very much. أجي خوردك إلني أنا أوردني. مغنيته out of order يزلوا معنا ناتي كمبيوتر. أوردك ولا أوردكم؟ أنا كان حجي كان حراوري كان خوري. أورد كان لكن زربا يسمع له. اوكي حنسب صقبل بالأم كلها. سجاب معي كمان انت شو ما تقرر من فريز. ام ريتال خذ المايك. طيب ام ريتال معلش قاطعناكي.
وريدة يعني روبا لسه انت على المايك. خلاص انا خور ذاك اللي نسقى يا صخور دن لو يا تحضر ما تاكزانو من فريز بوينت لو اوكي خلاص بس اسكت مكانك لحد ما نروح الغرفه. الاضافه البسيطه عايزه اضيفها انت خندك الزارة انا سوق لا ربما وتخاطر ربما وتصامو خبرهم معك فريز ولا هو سايكلني ولا هو سايكلني كومبليت فريز بوينت له يا خامون يا اخوينا باي كمان الله حجي. اوكي امبريتال واصل. ايوه اوكي. فعايزه اقول بس للضيوف لو موجودين يعني حسيت انه شيخنا العنسباوي شويه زعلان من حكايه التشكيك الناس وكذا. والله الناس دي معذوره يا جماعه. زي ما نحن لنا يعني الليبيه الموجوده في الرابطه سياسيه قبل كده وشاركت وناس كانت في حركه الجهاد. طبيعي كل الكيانات بالمناسبة الموجودة سواء كانت مدنية ليبرالية دينية كلها عندها خلفيات سياسية. يعني أي كيان مدني أي يعني بيكون إلا ما يكون عنده خلفية أو بيكون اليد اليمنى أو اليسرى لتنظيم سياسي وكذا ويكون وراه تنظيم سياسي. نادرا ما تلقى الاستقلالية وكذا. الحاجة الثانية يعني الشخص لما يكون عنده مواقف سياسية سابقة بتفق تماما مع كلام البروف انه الانسان دائما في وعيه وفي في 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 وحتى في حسه الوطني يتغير يعني معرض للتغيير للامبروفمنت للتطور. بالتالي ما في شيء ثابت وبالذات في السياسه. قناعاتك ذاتها ممكن تتغير. انا بتفق معه تماما ونحن ده لمسناه صراحه في الساحه السياسيه. حتى التنظيمات السياسيه نحن لمسنا التنظيمات الاسلاميه السياسيه لمسنا فيها تغيير كبير 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 جدا من المسيحيين وزاره السياحه وما بعرف الوزاره الثانيه والمواصلات. يعني لقينا ناس بتتكلم عن الدوله المدنيه وعن المشاركه والتعايش السلمي او الناس تنازلت عن حاجات كثيره جدا. والله الولد ده اوكي. عموما نتمنى كل التوفيق للرابطه. تعالي يا امير استلم المايك. السلام كيف امسيتوا يا اخواننا؟ ان شاء الله مسموع يا جماعه. الدور كان علي انا. مسموع ان شاء الله. ايوه مسموع يا كارلو. الاخوه المسلمين الليله تعلمت حاجه كبيره من البروف جلال الدين، وقال الاخوه مش في الدين فقط ولكن في النسب، مع انه كلنا ابناء ادم وحواء، وده تعليم كبير. وانا في الايام اللي فاتت كل مره يعني من ناحيتنا انا برضه بنفسي بعتبر نفسي برضه يعني عندي كذا شهادات ممكن اقول لكم مره ثانيه في المسيحيه، وبعتبر نفسي داعيه الى الله برضه عن طريق المسيحيه. ولكن على حسب الحاجه اللي عجبتني في البروف انه الاخوه برضه هي بالنسب، ودي حاجه جميله. ولقدام انا هقول لكم اخواني، يعني قبل كده كنت بقول يا استاذ يا معلم يا فلان عشان الناس ما يزعلوا مني، لكن من ناحيه المسيحيه نحن ننادي كل انسان مخلوق بانه هو اخونا يعني. والاخوه هي كمان في النسب وغير الدين يعني. وفي حاجه ثانيه يعني على حسب الكلام اللي سمعته اليوم كله، على حسب فهمي المسيحيه والتعايش السلمي، يعني البرنامج اللي قاموا به رابطه علماء اريتريا وبالطريقه اللي اتضحت لنا الان انه هي رابطه موفقه ان شاء الله، وهي حاجه جميله وممكن حنقدر نتعايش في الوطن. واتمنى لهم التقدم ونبارك لهم هذه الرابطه، وندعو كل واحد يعني داير تغيير في الوطن وداير معايشه في الوطن يساهم مع ابهاتنا ومعلميننا والعلماء هذول. اخر حاجه داير اقول شنو؟ ايوه اكثر حاجه كمان عجبني اليوم الاستاذ البروف ما قال كلمه انه دوله علمانيه، لانه العلمانيه انا شخصيا على حسب فهمي في العلمانيه في الغرب هي فصلت الدين عن الدوله
لكن أطاحت عن الدين، ضيعت الناس وخلت الناس ذات يبقوا علمانيين يعني خارجين من الدين. لكن كونه قال إريتريا نحن دايرينها تبقى دولة بتاعت دعوة وبالتي هي أحسن، وده حاجة متفق عليه. وأنا بشوف هذه الرابطة حتكون يعني يعني ضوء وحاجة جميلة يعني في مستقبل أريتريا. وإن شاء الله هذه الرابطة التغيير يحصل في الوطن ويكون مكاتبها في أريتريا، ونحن على طريق مع إنه كانت الظروف اللي مرينا بها مرة شديد، لكن أنا شايف أمل جميل وفرج قريب إن شاء الله. وشكرا لكم البروف جلال الدين، وشكرا على المعرفة، وإن شاء الله نشوفك في محلات تانية في توضيح أكثر. وشكرا يا أخواننا المسلمين وأخواننا المسيحيين جميعا، ومع السلامة. ألو، وشكرا لك الأخ المتحدث، شكرا لك على مداخلتك. فعلا احنا أخوة وحنعيش أخوة في النسب وأخوة في الوطن، وحنتحاور. وزي ما قلتوا إريتريا بلد حوار دعوي في إطار من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وربنا بيقول لنا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. لعلنا نعمل حوارات دينية مع بعض ونوعي شعبنا المسلمين والمسيحيين مع بعض عشان يعيشوا في إريتريا بسلام. وشكرا لك على مداخلتك الحلوة ولغتك الجميلة. طيب يا بروف، والله دي ضرورة ملحة، مش لعل تعملوا حوار، مو لعل، يعني ضرورة ملحة إنه يكون في حوار، بالذات في الفترة دي والله يعني في شغل يعني سياسي واستقطاب سياسي على أساس ديني، على أساس يعني بشكل ملفت جدا جدا وبشكل غدر صراحة من الساسة. فيتمنى إنه بالذات شيخنا العنسباوي يكون له حضور، لأنه يمكن له تعرفه. ولا لخير يا جماعة، عليك الله يعد من أكل عشان نتخارج. والبروف ذاته 5 ساعات والله كثيرة جدا جدا. شكرا لك أم ريتال، وكلامك الحلو وإلحاحك الجيد للحوار محل تقدير وإكبار، وإحنا ماشيين فيه إن شاء الله. والحوار زي ما قلت مهم جدا لأنه بيحمي النفوس من الأحقاد ويعرف كل فريق على الآخر، وبالحوار تحل المشكلات. فشكرا لك. وأنا على كل حال قررت أنتظر لما الفجر يجي، لأن احنا الآن تقريبا في حدود 5 إلا ربع، فبدل ما ينام واحد دلوقتي خلي ينتظر لما يجي الفجر يعني. شكرا لك على الحال، ونومي نومة يهتنيها النائمين، والسلام عليكم. السلام عليكم. في أحد قبلي يا إخوة ولا عندي كلمة كان بسيطة؟ واصل أستاذ الشيخ صباح. ما في حدا. طيب شكرا حبيبي. أنا طبعا في الختام أحب أشكر أخونا المفكر الإريتري البروف جلال الدين محمد صالح. وفقط أنا الحاجة اللي حبيت أضيفها يا أخواننا، إحنا يعني أخوة، يعني مثلا قضينا حياتنا في دراسة الأمور الشرعية، بدينا حياتنا يعني من خلاوي بسيطة جدا في بلدنا، والإنسان بتكون يعني أفكاره محدودة وآراءه محدودة، يرى الدنيا
على قدر قريته. ويمكن تلاقيه دكتور جلال الدين لما كان طالب يعني في مدينة كرن، ممكن كان يرى الدنيا كلها مدينة كرن يعني، وأنا يمكن لما كنت في عنسبة كنت أرى الدنيا كلها قريتي في عنسبة يعني. فقصدي أن الإنسان يتطور وتكبر أفكاره وتتغير آراءه وتتجدد معارفه. فيا ريت أن الناس ما تعيش أسيرة للماضي، أنتوا كنتوا كده، أنتوا كنتوا تعملوا كده. يا إخوانا كنا واليوم نحن شيء ثاني. ودي طبيعة الدين الإسلامي، هو دين معاصر يواكب أي عصر أي زمن وأي فترة. فاليوم مثلا أنا وأخونا الدكتور جلال وعدد كبير من إخوة الرابطة بننشر نحن يعني وعي متقدم في داخل الرابطة، وسنقوم بدراسات وأبحاث وننشرها في وسط مجتمعنا، وسنوصل هذه الآراء التي تناسبنا نحن، تناسب واقعنا الإريتري. كما كان يقول يعني في إحدى جلساتنا أنه نحن لا بد أن يكون لنا خطابنا المتوائم مع طبيعتنا، مع تركيبتنا، مع عاداتنا، مع تقاليدنا. فالإسلام يحقق كل ذلك ولا يتصادم أبدا في نصوصه مع مصالح المجتمع ومع ضروراته ومع حاجياته ومع ظروفه الآنية وتوقعاته المستقبلية، ويستنبط من ماضيه وتاريخه فيأتي بما يصلح لحياة الناس وما يحقق لهم مآربهم وحياتهم الجميلة الطيبة. فنحن الآن بعدما عاصرنا حضارات وقيم وعشنا في أزمان كثيرة جدا، انتقل واحد من قريته إلى مدينة كرن، ومن مدينة كرن إلى السودان، وفي السودان من كسل إلى الخرطوم، ومن الخرطوم إلى القاهرة، ومن القاهرة إلى أوروبا. وفي كل هذه المحطات درسنا وتعلمنا وتقلبنا يعني من مكان إلى مكان، من علماء إلى علماء. فبعد كل هذا الزمن وبعد كل هذه التجربة وبعد هذه كل الدراسات تجددت أفكارنا، تجددت أنا. فالحمد لله يعني الدعاة والعلماء والفقهاء الإريتريين اليوم غير الأمس، غير. نحن معنا بعض الأخوة يوم من الأيام في الرابطة كان يجادلنا في طول اللحية وطول الجلباب وقصر الجلباب، وجعل ذلك همه الكبير مثلا أن يدين الناس بهذا الشيء اللي رآه هو مهم. والإنسان إذا يرى شيء في أمور الشريعة مهم يجهد، فما فيش حرج في كده يعني. ما دام الأخ شايف أنه مثلا الناس والله يعلمهم نظافة الأسنان ويسوقوا ويحافظوا في الموضوع ده في كل وقت وضوء، فهو ما دام يعتقد هذا أمر واجب مثلا فعليه أن يجتهد في هذا. ولكن الدعاة الإريتريين اليوم تطورت أفكارهم بشكل كبير، وبينهم تناغم كبير جدا، ولا يوجد عندهم لا خلاف لا في العقائد ولا في الأفكار. وإحنا الحمد لله يعني بلد رب من علينا، نحن مذهب سني كلنا، ما عندنا صراعات، لا عندنا شيعة لا عندنا كذا. ولو وجد لسعينا لاستيعابه ولا سعينا إلى أن نخفف المشكلات معه. فنحن اليوم ندعو إلى أن يكون السلم والأمان والتعاون والخير والبر مع من يخالفون في الدين تماما، فما بالك لو كان هؤلاء يعني مختلفين في الرأي أو في المذهب. فبعض الأخوة يسأل وموقف الختمية طيب وموقف الصوفية طيب. يا إخواني نحن آباءنا ومشايخنا ومن تربينا على أيديهم كانوا صوفية زي ما ذكر الدكتور جلال الدين، ونحن ندعو إلى الله عز وجل إذا رأينا بدعة
يعني تخالف الأحاديث نصحح، وإذا رأينا سنة تطبق نفرح ونزيد ونجتهد، إذا رأينا معصية نحاول أن نذكر بالتي هي أحسن وترى العيوب، وهكذا نستخدم ألطف الوسائل لدعوة الناس وأحسن الطرق لتعاون الناس، وهمنا إرضاء الله عز وجل في المقام الأول، مهما غضب الناس مهما زعل الناس، لكن في الأخير نحن نسعى لإرضاء الله سبحانه وتعالى، حتى لو الدنيا كلها غضبت نسعى إرضاء الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت نسلك الطرق السهلة الميسرة لتعريف الناس بربهم، ولا نصادم عادات الناس ولا واقعهم. فالحمد لله اليوم الدعاة الإريتريين تطوروا تطورا كبيرا، وأمثال أخونا الدكتور جلال الدين يعني يبعث هذه المفاهيم الطيبة في أن يكونوا الدعاة يعني في درجة متقدمة من الوعي والإدراك والاعتدال والفهم السليم. فأنا أشكر أخونا الدكتور جلال الدين، وأشكر جميع إخواننا الذين ساهموا في هذه الأمسية، ونشكرهم جميعا. ومع أختنا أمريتال تقول ما تزعل من الكلام ده يا سبا خاصة معاكم ناس حتى دكتور جلال الدين ومطوعنا. لا ما في زعل يا أخت أمريتال، صدورنا بحر وما عندنا أي مشكلة أبدا أبدا، ويا ريت يعني نحن نتقبل نقد وأي تعدل. الإسلام ليس منا من دعا إلى عصبية، ليس منا من دعا إلى قبلية، دعوها فإنها نتنة. الناس العصبية ورفع الأثمان وأنا أفضل من ده وأنا أحسن من ده، كلام زي ده ما في الإسلام. يعني ما في حاجة اسمها قبيلتك أحسن من قبيلتك وعائلتك أحسن من عائلتك ومنطقتك أحسن من منطقتك. الإسلام ما يقول هذا. الإسلام يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الناس معاييرها بالفكر وبالرأي وبالإيمان وبالعقيدة وبالمعتقد، ما قضية اللون والعرق والمنطقة. ما في ذول اختار، لا أنا اخترت أبويا ولا اخترت المنطقة اللي ولدت فيها ولا اخترت قبيلتي ولا اخترت لوني ولا اخترت طولي. كل أمور مجبرين فيها، رب العالمين خلقنا فيها. وقضية الأفكار والآراء وكذا نتحاور فيها ونتناقش فيها ونصل فيها إلى رأي، لكن نحن كعلماء ومشايخ ما ننتكس في الجاهليات. نحن عايزين نرتقي بمجتمعنا، عايزين مجتمعنا يتجاوز هذه التفاهات ويبني علاقات طيبة ووطن جميل ومعافى وسليم. وبهذه المناسبة أوجه التحية لمشايخنا وعلماءنا داخل إريتريا جميعا في مواقعهم، في خلاويهم، في مساجدهم، في معاهدهم. أوجه لهم التحية العطرة الجميلة، وكذلك أوجه التحية لمعتقلين في البلد ومشايخنا الذين يقبعون في المعتقلات من سنوات طويلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عليهم كما فرج عن سيدنا يوسف، وأن يخرجوا إن شاء الله تعالى من غياهب الجب إلى يعني مساجدهم ومنابرهم يعلمون الناس وينشرون الخير. أشكر الجميع، وخاصة أخونا الدكتور جلال حفظكم الله وأبقاكم الله. وسيكون عندنا معكم لقاءات إن شاء الله تعالى، هذا واجبنا نحن كرابطة. في أي وقت تحتاجون لقضايا شرعية بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله جاهزين. وخاصة في كثير من المشايخ ما شاء الله عندهم دور بالتجرينيا، في بعض إخواننا يعني أكملوا تفسير القرآن الكريم بالتجرينيا ومسجل وموجود، وإن شاء الله سينشر حتى يستفيد منه الناس إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك الشيخ محمد جمعة أبو الرشيد، وجزاك الله خيرا، وأنت علم من أعلام الدعوة الإسلامية ورجالها الذين يسرون مجال الفكر الإسلامي ويبصرون الناس بأمور دينهم. أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في سجل حسناتك. والأمر كما قلت، الناس لا يجمدون على مذهب وعلى فكرة يظلون عليها حتى الموت، وإنما يتغيرون ويعدلون في آرائهم ومعتقدهم الفكرية. ونحن إن شاء الله
يكون لنا خطابنا السياسي النابع من فقهنا الإسلام في إطاره المكاني والزماني. المكان إريتريا وزمانه هذا الوضع العالمي المتأزم. وفي مثل هذه الحالة خطابنا يجب أن يتوافق مع واقعنا كما قلت وأشرت. شكرا لك، وأخذ الله بيد الجميع إلى ما فيه الخير لهم في الدنيا والآخرة، وشكرا لك. شكرا جزيلا دكتور، شكرا جزيلا شيخنا العنصباوي. داود كنت رافع يدك أستاذ داود، خذ المايك. كنت داود سامعني؟ نعم أستاذ أمير، مسموعنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسموع أستاذ داود. توصية أود أن الهيئة أو هيئة رابطة علماء المسلمين ربنا يوفقكم، وهذا هو الهدف أو اللي بيرجع للمسار الحقيقي، لأنه الصراع هو صراع علم ومعرفة، وكونه نتسارع في هذا يعني مجال الدعوة والتربية ربما افتقدناه، وربما من مجيء هذا النظام الجائر الجاسم على صدورنا والأخفى، يعني كثير من علماء رسالتهم هذه هي اللي انتم تضحكوا فيها، ما كان يحملوا أشياء آخر يعني الدعوة والتربية. المجتمع المسلم الإريتري اللي فقد موصله، فنتمنى أن يكون العمل بشكل مؤسس ومتواصلين مع الجاليات المسلمة الإريترية لديها روابط، وكما قلت إسهام المرأة المسلمة الإريترية في هذا العمل الدعوي والتربوي مهم جدا، وربنا يوفقكم لما فيه الخير، والسلام عليكم وبارك الله فيكم. جزاك الله خيرا، وشكرا لك على هذه الكلمة الجميلة. والأمر كما قلت هو الدعوة والتربية، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ندعو إلى الله، نتكاتف معا، نربي أنفسنا أولا وأبناءنا، ونبصر مجتمعنا بأمور دينه، لعل الله يأخذ بيده إلى ما فيه صلاحه في الدارين. شكرا لك على هذه المداخلة الجميلة. عودة مساء الخير. والله الأخ داود لامس نقطة مهمة جدا، وهي عملية التربية. نحن النظام اللي موجود في إريتريا ما استهدف أجسادنا وبس، حتى استهدف الأخلاق. كل الإريتريين المسلمين والمسيحيين، يعني في الماضي ولا المسلم كان إنسان محترم، يحترم الكبير، يحترم القيم والأخلاق، يكون منصف. اليوم لو نظرنا إلى الإريتري أو نتاج هذا النظام، يكون بنلقى إنه البلد فش فيه الفساد، الظلم، القتل. تجي تشوف ابن يجرجر أبوه في المحاكم، يسرق أخوه، يقتل، يعني أمور كثيرة، لدرجة إنه ودي تعتبر من الأرقام اللي زرعها النظام اللي تتوقت عشان تنفجر
في فترة زواله عشان الناس تتمنى عهده. ففعلا هذه التربية من كلا الجانبين، من المسلمين والمسيحيين، من العلماء والقساوسة، لو ما أعادوا البوصلة زي ما ذكر الأخ داود وعادوا المياه إلى مجاريها، يعني ما حيكون من السهل ما أفسده النظام في خلال 27 سنة وقبله في جبال الساحل، عشان الواحد يصلحه في فترة بسيطة. فبذلك يجب فعلا التركيز في هذا الجانب التربوي، وده حيسهل عملية إفشال وإبطال الأرقام المؤقتة اللي زرعها النظام. شكرا. فعلا زي ما قلت الأخ كفو، الفساد الأخلاقي انتشر، وسياسة النظام سياسة فاسدة، وربى تربية فاسدة، وعمق العداوات والخصومات والتجسس على بعض. حزب انتايب لأنه كل واحد يتجسس على الثاني، وكل واحد يرفع تقارير بالثاني. الخمور والبراء والفساد الأخلاقي، ومعسكر وشاهد هذا المعسكر اللي خرب الدين وخرب الأخلاق وخرب القيم، وانتشر فيه الفساد انتشار لا مثيل له. هذا كله دمار للمجتمع. لقيت مواطن إريتري في أسمرة عملت معه جريدة النبض اللي تصدر من اتحاد الشباب مقابلة، فقال لهم أنتم اللي خربتم الشباب، أنتم اللي مرتم الشباب على أبهاتهم وعلى أسرهم، خرجتموهم في الليل والنهار في المراقص، بعدين تقول لنا أضبطوا أولادكم وبناتكم وحافظوا عليهم. أنتم ما جيتم من أسر، ما عندكم أسر، ليش تخربوا الأسر؟ ده كلام قونا قيت المواطن الإريتري في أسمرة اللي اتضايق من الممارسات الأخلاقية والثقافة الأخلاقية اللي النظام قاعد يقوم بها. وشكرا لك على هذه المداخلة وجزاك الله خيرا. سلام. مداخلة ثانية يا جماعة، لقينا الفرصة ولقينا احنا مع اخواننا هنا المعلمين، يعني لقيناها حي جميلة بس ما قادرين ننوم. اخر كلمة دار اقولها يا جماعة، النظام هو ضد الاريتريين، ضد وجودنا في الدنيا ذاته مش في الوطن. واكثر سياساته لما انا برضو اشتغلت معاه يعني في الاوقات اللي فاتت، اكبر سياسه له انه ما يكون في مؤسسه اريتريه في اي بقاع في العالم، مش في اريتريا حتى في العالم. اذا تجمعوا 2 ولا 3 عملوا مؤسسه مدنيه لازم النظام يتدخل فيها ويفرتكها، لانه الكيان الاريتري دائما الدوله هي جمع من مؤسسات يعني مدنيه سياسيه يحصل بيناتهم ومشاركه بيناتهم وتبنى الدوله. فعشان ما يحصل هذا لازم يعني اي بنيه بنت لازم هو شنو يوقعها يعني. وحتى المؤسسات بتاعته اللي هي في الهجر، اتحاد الشباب واتحاد الجبهه الشعبيه، يعني ما عندهم حسابات، ما عندهم يعني شغل كده هناي، يعني حساب في البنك ومحاسبه وكده هو ما دايره. يعني حتى اتحاد الشباب واتحاد المراه القروش اللي بتخرج يمسكوها ناس من النظام عشان ما يكون في شغل مؤسس يعني. فالنظام هو ضد اي 2 اريتري يقعدوا مع بعض في اي قضيه ويعملوا لهم يتاسسوا يعني. فعشان كده يعني هذا الكيان اللي هسه عملتوه اللي حصلوا فيه يعني اكثر من 70 نفر حصلوا فيه واتفقوا وعملوا هذه المؤسسه، هذا موضوع كبير شديد، موضوع ناجح يعني، خاصة في الأريتريين. ده من أكبر المؤسسات اللي اتعملت في الخارج وسجلت رسميا وعندها حساب في البنك وفي دول محترمة وفيها قوانين برضو مسجلة.
فنحن لازم نحافظ على هذه المؤسسة، ولازم تكونوا حريصين أول نمسك البنية هذه نحافظ عليها حتى نبني البنيان التانيين يعني. فعشان كده إن شاء الله، وانتوا يعني أعلم بذلك، لكن بس قلت أتدخل وأقول كلمتي دي لأنه بيزعلني يعني، والنظام هو ضد أي اثنين أريتري يتفقوا ويتأسسوا يعني. عشان كده لازم نحافظ عليها ونسجلها قانونيا، وبعد ذاك نبني اثنين والثالث وحتى نصبح دولة إن شاء الله. وشكرا والسلام عليكم. شكرا لك وجزاك الله خير. والكلام اللي قلته هو الكلام الحقيقي والعلمي، واحنا في رابطة علماء إريتريا زي ما قلت حنحافظ عليها. أسسناها تأسيس رسمي وسجلناها تسجيل قانوني عشان الأجيال اللي جاية من بعدنا تمسكها وتواصل بها مدخلاتها ومخرجاتها، كله يكون تحت المحاسبة والمساءلة القانونية، كيف انصرفت وكيف دخلت. حقيقة كلامك في محله، واحنا نعمل به وحنحافظ عليه. وزي ما قلت أن طبيعته طبيعة فردانية، ما بيؤمن بالعمل المؤسساتي ويحارب المؤسسات العملية ومؤسسات المجتمع المدني، ويؤمن بقداسة وزعامة الفرد الواحد الخارج على القانون، اللي ما تقيد سلطاته قيودات دستورية، ولا تحاسبه هيئة تشريعية، ولا تحاكمه هيئة قضائية. عايز الناس تمشي وراه وتقول كلامه وتلغي شخصيتها. ده هو فعلا النظام القائم. والقيسي بيقول صنعنا سنم. فعلا صنعوا سنم، وما صنعوا سنم بس، صنعوا معاه إرهاب. فالسنم لما يكون جامد ما بيتحرك ما بيعمل حاجة، ولكن صنعوا السنم قدسوه وعطوه كل السلطات، في النهاية تحول إلى إرهابي كبير يطاردهم ويطارد معهم المجتمع الإريتري زي ما قلت، مش في إريتريا وبس، وإنما أيضا في العالم الخارجي. شكرا لك على كلمتك الحلوة والجميلة، ونتمنى نتواصل مع بعض ونتناسح باستمرار لما نعود لبلدنا، وأجيالنا اللي جاية تعيش في أرضنا بسلام وأمان تحت دستور حقيقي صنعوه وكتبوه بأيديهم وناقشوا فيه وناقشوه بأفكارهم في جو مليء بالحريات. شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك علو، شكرا لكل المداخلات اللي كانت الأخيرة. طيب بعد كده نقول إذا ما في مداخلات، وشكرا جزيلا دكتور. حنقول تصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك علو، شكرا لكل المداخلات اللي كانت الأخيرة. الفيسبوك لسه طبعا الناس متابعيننا عن طريق الفيسبوك. دكتور كان لحد هسه هو لايف كان موجود. كانت طبعا مشاركات كانت موجودة، وكمان بعض الأسئلة كانت موجودة عن طريق الفيسبوك، لكن ما قدرنا نطرح الأسئلة حقتهم هنا. لكن إن شاء الله نتمنى المرة الجاية إن نجمع كل الأسئلة هذه وتكون متواجد معنا في هذه الروم. وشكرا جزيلا. تصبحون على خير. تصبحون على خير شباب.